السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الحوتة في الفران كتجي غزالة بزاف بواحد المكون غيجيكم غريب، ولكن كتوحد البنة انا متأكدة لا جربتوها بهذه الطريقة غيعجبكم، غتوليو تعملوه في الدار ديالكم. بلا ما نطول لكم خليكم مع الفيديو فرجة ممتعة. ونبداو مع المقادير. اول حاجه هنايا عندنا الحوته، هنايا عندنا حوته كبيره ما عرفتش شنو اسمها بالعربيه، هنايا اسمها دوراده. عندنا ايضا بصله مقطعه جناواح، جوج حبات ديال المطيشه مقطعين دوائر، كرافس، عندنا الحام نص حامضه، وكذلك 5 ديال الفصوص ديال الثوم بالحق تدوين، الا كانوا كبار نعملوا غير 3. نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه كنشرمل الحوته بالملحه والفلفل الاسود، طبعا بعد ما غسلتها ودرت لها ديك شقيقات من الظهر بجوج جهات باش الترميله كتدخل فيها. هيدا كنديروها مزيان. موراها داك الكرافس قطعتهم كنعملوهم من الداخل كيتا واحد مذاق مميز، وكذلك كندير الحامض حتى من الداخل، وكندير الحامض في ديك الشقوقه الفوقانيين. على هاد الشكل هذا. عرفتوا الطريقه ديالها ساهله ودغيا كتوجد. الصينيه اللي غنعملو فيها الحوته فرشتها بورق الزبده، وكنعمل هيدا البصله، استخدمت بصله متوسطه قطعتها جناواح رقاقين كما كتشوفوا. كنفسخوها هيدا لهاد الشكل هذا، ومراها كناخدو الطماطم اللي حتى هي قطعناها دوائر، استخدم جوج حبات، كميه كتبقى يعني اختياريه. هيدا كنوزعوها باش كتجي هاد الخضره من التحت والحوته من الفوق. وكنديروا الكرافس وكذلك ورق ديال سيدنا موسى جوج ولا ورق الغار، وكنديروا الثومه. درتها هيدا صحيحه ما عفستها ما والو. موراها كنحطوا الحوته ديالنا، وعنزيدو هنايا المكون اللي قلت لكم عيجيكم غريب، هو النافع. عرفتو كيجي واعر، كيطلق واحد المذاق واعر. موراها كنعملو زيت الزيتون هيدا من الفوقي، وصافي. حوته ساهله، طريقه ساهله وبسيطه وكتجي واعره صحيه. الناس اللي كيعجبهم الحوت تعجبهم هاد الوصفه هادي، ودغيا كتوجد. صافي كنغطيو عليها هيدا بورق الزبده على هاد الشكل. عاد كنديروا ورق الالومنيوم من الفوقي. هيدا ملي كنغطيو عليها دغيا راه اصلا هي دغيا كطيب، ولكن ملي كتغطي عليها بديك ورق الزبده يعني كتسرع الطياب ديالها اكثر. صافي هيدا كنغطيو عليه كما قلت لكم بالورق الالومنيوم، كندخلوها الفران طيب من التحت ومن الفوقي على نار متوسطه حتى كطيب على خطره. كما كتعرفوا الحوت ما كياخذش الوقت بزاف، دغيا كيطيب. ها نتوما هنايا الحوته ديالنا بعد ما خرجتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم كتجي لذيذه، وديك النافع كيعطيها واحد المذاق مميز. هانتوما هنا الحوته طايبه وكيجي المذاق ديالها مزيون. ان شاء الله لا جربتوها غتعجبكم. نتلاقاو في وصفات قادمه باذن الله. شكرا للمتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.